والله احنا نشوف هاي الحملة حملة إيجابية، أمان للمنطقة أكثر. أي إنسان يسيء نفسه للإرهاب أو للكذا يجب القضاء عليه، إنه يشيلونه وكذا. إحنا ندعم هاي الحملة. والله بالنسبة لنا قلت لك هي يعني حملة إيجابية، وحملة يعني تبسط الأمن والأمان بالمنطقة، وإحنا يعني يهمنا الأمن والأمان من هذا الحملة، ونمشي مع الحملة بكل ما يتوجب علينا احنا كوجهة، ونرجو انه الحملة تكون يعني عادلة، يعني ما يشيلون عشوائي او كذا او يخربوا او يمدوا ايدهم على اموال العالم او كذا. والله قلت لك يعني احنا يعني ضد الخراب، احنا نريد الامن والامان. انسان قصد على اي انسان يسير نفسه للخراب ما يلزم علينا، ما يلزم بيناتنا خالص. دعوتي الى اهالي المنطقة يساندوا الحملة، ولا يتستروا على أي إنسان مسيء أو مخرب أو يسيء للمنطقة، ولا حد يستر على المخربين والكذا. بالنسبة لهاي الحملة والله احنا ضد الإرهاب من بداية الإرهاب ما اجى على المنطقة إلى اليوم، واحنا مؤيدين ومع الحملة يد بيد، ونساعد مع القوات العسكرية مع قوات القصد ومع قوى الأمن الداخلي، ومعاهم قلبا وغالبا. احنا كل شخص إرهابي إذا بيكون بأي مكان بالمنطقة بالهول ولا بتل حميس ولا بالشدادي ولا بتل براك، نكون ممنونين إذا ينشال، بس إنه نطلب إنه يكون التدقيق، يعني التدقيق بهذا الموضوع. الحملة تكون الدراسة دقيقة، وقت الشخص ينشال إرهابي إحنا نكون متعاونين، وأكيد إذا في شخص إرهابي بدها تكون المنطقة هي متعاونة وهي معطية اسمه مسبقا، ونطلب الحملة على تطهير الإرهاب على كل المناطق، لأنه المنطقة عانت من الإرهاب من 2011 إلى هذه السنة، والحمد لله احنا منطقتنا تم تحريرها بال 2014، الريف الشمالي والهول تم بال 2015، ومن هذاك اليوم منطقة آمنة، وما نريد مخربين أو أجندات خارجية تعبث بأمن المنطقة. رسالتنا لأهالي المنطقة يكونون متعاونين مع قوى الأمن الداخلي ومع القوات العسكرية، متعاونين، أي شخص يشتبهوا به يبلغوا عنه.